الحاجة الوحيدة اللي هنلتزم فيها في التعليمات اللي موجودة على الكيس هو الصينية او المقاس بتاع الصينية اللي مناسبة للكيس اللي معانا. فانا هعمل كيسين، فطبعا هاخد صينية اكبر. اول حاجة بنجيب الصينية بندهنها بمسحة سمنة او طحينة، والطحينة طبعا بيبقى طعمها اجمل بكتير. هنا بقى في بولة هناخد حوالي نص كوباية من السمنة، ويفضل طبعا تبقى سمنة بلدي بتدي البسبوسة طعم حلو خالص. وهاخد عليها علبتين من الزبادي وبس، مش هناخد اي حاجة تانية. دي كده المقادير السايلة معانا. هنا بقى هبدأ اضربهم كويس جدا بالمضرب اليدوي لحد لما يمتزجوا معايا تماما، يبقى القوام بتاعهم سايل مفهوش اي تكتلات. وده كان القوام بتاعنا. هنزل هنا بقى بكيسين من البسبوسة. طبعا اختاروا الانواع اللي انتوا تحبوها، ده النوع اللي كان موجود عندي. هي بتبقى جاهزة وفيها جوز هند وسكر وكل حاجة. ما بنصحكوش قوي بتجربة موضوع انكم تحطوا عسل جلوكوز في الوصفة دي، لان البسبوسة حسيتها بتنشف شوية. لو ممكن تضيفوا معلقتين من عسل النحل الطبيعي هتديكوا طعم حلو وقوام حلو قوي للبسبوسة، للناس اللي بتحبها مسكرة قوي. الناس اللي ما بتحبش البسبوسة مسكرة ياريت ما تضيفوش اي نوع من انواع العسل. هقلبهم كويس جدا. بنقلب يا جماعة مش بنعجن، احنا بس بندخل المكونات في بعض او بنخلي دي البسبوسة يتغلف معانا بالخليط اللي احنا عملناه، مش بنعجن خالص. كده كان القوام المناسب معايا. بصوا البسبوسة طرية والقوام بتاعها كده حلو جدا. هبدأ احطها في الصينية بتاعتي وافردها بايدي كويس جدا واضغط عليها كويس جدا. وفي الوقت ده الفرن بتاعنا بيبقى شغال على درجة حرارة اعلى من 190. البسبوسة بتدخل في فرن سخن مش بارد، والتسوية بتاعتها اهم بكتير جدا من الطريقة بتاعتها، لان هي دي اللي بتظبط الطعم بتاعنا. هبدأ اضغط بايدي كده وافردها كويس جدا في الصينية اللي معايا. هنا بقى جبت معلقة مبلولة مية وابتديت اسوي الحواف بتاعة الصينية بالشكل ده. بسويها كويس جدا من جميع الاتجاهات، او ممكن بايدي برضو ببلها مية كده، وبعد كده بساوي بيها الصينية بتاعتي. وامسك الصينية بتاعتي بايديا وببدأ اخبطها بالشكل ده وافرغ اي هواء موجود فيها. وهبدأ اقطعها بالسكينة لقطع. طبعا القطع بتقطعوها حسب الرغبة، سواء مربعات او اللي هي شكل السمبوكسة، زي ما انتوا عايزين، وطبعا بالحجم اللي انتوا عايزينه. مهم جدا جدا ان احنا نقطعها بالسكينة بالشكل ده قبل ما ندخلها الفرن. طبعا هنا انا معايا فول سوداني، ممكن بقى اللي حابب يحط بندق، الموجود او المتوفر عندكم في البيت. انا كان عندي فول سوداني فابتديت اعمل بيه زي ورود كده في كل قطعة بالشكل ده. وطبعا بنضغط كويس على الفول عشان يدخل جوه البسبوسة، عشان لما نيجي نسقيها بالشربات بتاعها ما يطلعش معانا وتفضل القطعة بشكلها زي ما احنا عاملينها. وهدخلها الفرن بتاعي وهفتح عليها بعد حوالي تلت ساعة. هاخد معانا 2 مج ونص من السكر بالمج اللي هو 200 ملي، وهناخد عليهم 3 مجات من المية وهنقلبهم بالمضرب. بس هنحاول ان السكر ما يجيش عند الحواف بتاعتنا عشان ما يسكرش معانا. وهناخد عليهم كمان عصرة نص ليمونة، وهنحسب لهم 4 دقايق من بعد الغليان بالظبط. وهنبدأ نحط عليهم كيس فانيليا ومعلقة من السمنة، وهنطفي النار على طول وهنقلبها كويس خالص. وبعدين كده هنطفي عليها. هتخرج من الفرن سخنة وهنسقيها بالشربات بتاعها سخن، وهنغطيها بورق فويل ونسيبها لحد لما تبرد تماما. اخواتي الغاليين، لايك شير اشتراك في قناة روشا ابراهيم شيف الواحد.